هي الوداد تيصارع على الهبوط. عارف أنا الناس طلع عليهم في راسهم أنني ديما أنا تنتكلم على بن هاشم وكندافع عليه، ولو أنه الحق الأيام عطاتني الحق، وتنتمنى من عباد الله يعترفوا، حيت واحد النوع من الجمهور ما تيعترفش أصاحبي، واخا تيدير الغلط تيبقى مصر على الغلط، وهذا هو المشكلة ديالنا حنا في المغرب، هو ما تنعترفوش بالخطأ. الخطأ ديال طرد بن هاشم كان خطأ كبير، وبزاف من المغالطات كينتشروا في فيسبوك تاع الوداد أن بن هاشم هرس الفرقة، بن هاشم باع الركائز. شكون كيبيع؟ اللي كيبيع ويشري هو يتمنى. أنا هو رئيس الفرقة، هو الإدارة التقنية. بن هاشم أبعد من ذلك بكثير، لكن للأسف هادشي المغالطات تروجوا كيعتقد أنهم حقيقيين. بن هاشم كان داير كاري زوين مع الوداد، 29 نقطة في الدوري، وكان ممكن يربح اسفي في الكونفدرالية لولا داك الضغط والاستهزاء من بزاف ديال الجماهير، وصفحات اللي كثروا في ديك الوقيته كانها صفحات مأجورة ضد الوداد الرياضي. وفي الحقيقة هاد الناس ما كانوش كيطيحوا بن هاشم، كان كيطيحوا الفرقة، لأن ملي كتجي الفرقة اللي هي متصدرة وواقفة على رجليها وعندها تشكيلة متوازنة، فأنت كتجري على المدرب اللي هو راس الخيمة كما كنقولوا. في ديك الفترة القرار غير منطقي كرويا، والنتيجة هي هذه اللي كتشوف دابا. 6 د المباريات بدون انتصار للأسف صراحةً، 5 مع كارتيرون، ودابا حنا مع بشريفو خسرنا مع الزمامرة، ما كاين لا جمهور، ما كاين ضغط. اش غنقولوا؟ بن هاشم دابا مرحلة دوزت لهاد مابقيناش كنهضروا على بن هشام وبن شريفة لأن الخطأ أكبر منهم بجوج. الخطأ دابا حاليًا كاين في الإدارة، عندناش إدارة تاع الألقاب، ما عندناش إدارة تاع الكرة، ولهذا كنتمنى أن البوصلة توجه في اتجاه يتمنى إلا بغينا نصلحوا الوضع، لأن ما بقى ما يتقال. أنا نقدر ننتقد الجمهور ونخرج فيه، أنا عندي الحق، عندي الحق. العام اللي فات ملي كنت كنطالب موكوين يمشي بحالو والناس كانوا كيسبوني، وفي النهاية الرؤية ديالي اللي الحمد لله كنفتخر بها هي اللي صدقات. وهذا العام دعمت بن هاشم مدرب وطني ولد الوداد، كنت كنحس بأن الوداد غتقدر تاخذ معاه الألقاب، وكان غادي مزيان. للأسف لولا تهرقاوي تاع بعض الجماهير، ولولا تدخل الإدارة اللي خرج على الفرقة في الميركاتو الشتوي، هادشي كله هرس بن هاشم، في النهاية بن هاشم مشى بحاله. ولكن أنا كواحد من الجمهور د الوداد حاليا خصنا الحل. شنو هو الحل؟ الحل هو يمشي بأيتمنى، لأن ما بقى حتى شي حل دابا، لأن أيتمنى دابا اكتسب مع الوداد شخصية ضعيفة، شخصية الانكسار والهزائم، والرئيس ملي كيكتسب هاد الشخصية بحالو بحال اللاعب. دابا اللعابه د الوداد هادي 6 د المباريات ما ربحوش، بمعنى ولات عندهم واحد الشخصية ديال شخصية ضعيفة، ما بقاتش شخصية الانتصارات. حيت كيف ما انت مثلا ملي تتنتصر مباراة مورا اخرى تيولي عندك القدرة انك تربح في مباراة واخا ما تكونش مزيان. لكن كذلك العكس كيوقع ملي كتكون انت في واحد المرحلة ديال التراجع، كتبدا تخسر خسارة مورا خسارة، احيانا كتولي كتخسر واخا كتكون كلاعب مزيان، وهادشي وقع لنا بزاف ديال المباريات. ولهذا حاليا شخصية الرئيس ديالنا وشخصية الإدارة اللي كاينة حاليا والناس اللي كيسيروا حاليا ولفوا الهزائم، ولفوا الانكسارات، وبالتالي ما بقاوش يليقوا يكونوا في الوداد. لانه ولو كاع المستقبل مثلا تحسنت النتائج، هذا الرئيس هذا ما يقدرش ياخذ مع الالقاب مع الوداد، لان خصو ديك الشخصيه القويه، لانه هو تعود على هذه الانكسارات هذو. هو كان انكسر في المحمديه وشفتوا كيفاش وقع في المحمديه وتراجعوا النتائج ونزلوا القسم الثاني كاع، والفرقه وقع لها انهيار مالي. وهذا الانكسار هذا جا الوداد واستمر معه الشخصيه ديالو الانهزاميه والشخصيه ديالو العاطفيه والمتسرعه في اتخاذ القرار كتبان بسرعه دغيا كتبان. السيد دغيا تيبغي اللاعبين ويشري لاعبين، كيعجبو انه يكون متصدر الاخبار الرياضيه. وهذا الشيء ما مزيانش في الكره. في الرئيس الكره مزيان فيها الرئيس يكون هادي وتيتخذ القرارات اللي هي في صالح الفرقه، في صالح الجروب، ولو ما تعجبش الجمهور، ولو ما تعجب حتى شي واحد. المهم هو اننا كجروب ديالي انا نحافظ عليه. ولهذا الحل حاليا هو انه المنخرطين يديروا جمع عام استثنائي وانتخبوا رئيس جديد على رأس الوداد الرياضي، رئيس كيليق بالوداد الرياضي، لان هذا الرئيس هذا ما بقاش قادر يهز الوداد، ما بقاش قادر يقود سفينة الوداد الرياضي. سالت مع سالت صافي سالينا. خاصنا رئيس اخر اللي ممكن كيتخذ القرارات بهدوء اكبر. انا عارف انه غادي يكونوا مشاكل ماليه كبيره، وهذا هو التخوف ديالي، لان ايتمنى ملي جا دخل واحد الدخله صحيحه وجاب نجوم كبار للاسف ما استفدناش منهم، وهذا هو التخوف ديالي حقيقة. لكن واش هذا الرئيس ممكن ياخذ فرصة أخرى ويدير نتائج؟ أنا لا أعتقد ذلك. ما بقيتش كنآمن بهشام أيتمنى، وكنظن بأن مرحلته سالت مع الوداد، وهذه الشخصية اللي اكتسبها مؤخرا وهذا انكسار الثقة بينه وبين الجمهور بهذا سوء النتائج. أنا تقريبا أول مرة كنشوف الوداد كتنهزم 6 مباريات متتالية
منذ مدة طويلة هذه ما شفت الوداد بحال هكا بشخصيتها، ما شفت لاعبين بحال الوافي وخالي، ناس كتمشى في نهاية المباراة، ناس ما عندهاش ديك القتالية باش تقدر على الأقل تجيب التعادل. كنا كنشوفوا شوية هاد القتالية مع بن هاشم، بعد ذلك الفريق انهار نفسيًا، والمسؤول على هاد الشي كلّه في النهاية هو أيتمنى والإدارة ديالو، لأن اللي جرى على بن هاشم هو أيتمنى والإدارة، والقرار ديالهم كان خاطئ والأيام بينت هاد الشي. ومادام نتايا كيف ما كنجريو على المدرب ملي كيدير قرارات فنية خاطئة داخل الملعب، ولا اللاعب ملي تيضيع كوالي بزاف وما تيكونش بيرفورمون في الماتش، فخصنا نجريو حتى على الإدارة ملي ما كتاخدش قرارات صحيحة ولا كتاخد قرارات خاطئة بزاف. ولا الإدارة د الوداد حاليًا ما بقى عندها ما تقدم للوداد، سالات ساعتها وخص المنخرطين يتحركوا، وخص هشام أيتمنى إلا كان بالفعل كيبغي الوداد الرياضي. تجربتك راه كنظن فشلات مع الوداد، بارك عليك. كنشكرك على بزاف ديال المسائل درتهم في الوداد على المستوى التسويقي، على مستوى ليماج ديال الوداد، لكن أنت كرئيس لا تصلح صراحة، كرئيس للوداد ما تصلحش. أنا قلتها شحال من مرة وقلتها حتى في البداية ديال أيتمنى، أيتمنى مزيان في الماركتينغ، في التسويق، كواجهة إعلامية، ولكنه كرئيس يتخذ القرارات ما يصلحش. واحد اللي تيسني آخر واحد تيسني خصو يكون دائما تري كالم، وخصو يكون عنده من الحكمة الشيء الكبير باش ياخذ. ماشي انت حيت انت اخر واحد تسني، الا مشيتي تسنيتي على اللاعب يتباع راه مشى، سنيتي على اللاعب يتشرى راه مشى، دخلتي درتي واحد الجيست في الفيستير راه داك الجيست كيأثر على الفرقه كامله. ولهذا كرئيس أيتمنى ما يصلحش. كان شي بوست اخر داخل النادي انا لا اعارض ذلك. ولهذا الوداد الرياضي حاليا الحل المشاكل ديالها ماشي المدرب. انتم ماشي دابا بن شريفه راه تا هو الورقه ديالو دابا تحرقات، واش بن شريفه ما غلبش الزمامره، وهاد اللاعبين ما ربحوش 6 المباريات، اش غيديروا في الماتش الجاي اعتقد ضد مكناس؟ اش غيديروا لاعبين ربما في مكناس؟ واش هاد الفرقه باقا قادره تربح؟ مابقيتش انا كنامن الوداد تربح والو، ما تقدرش. وحتى التعادل ما بقاتش الوداد قادره تتعادل، ولا خص واحد الرجه كبيره، واحد التحرك كبير داخل اروقه الوداد الرياضي باش الجمهور، باش عفوا اللاعبين يعرفوا بان كاين تغيير حقيقي ويحركوا معنا الكره. والا راه بقى يتمنى، يبدو ان شخصيته غير مؤثره في اللاعبين، ومهما تيهضر معاهم راه ما كاينش حلول، او لا كاين شي مشاكل داخليه للعابه مخلصينش. هادشي حنا ما تنعرفوش، وهادشي كله في النهايه الحل ديالو هو تمشي الاداره بحالها ونجيبوا اداره جديده اللي قادة تهز فريق بحال الوداد، فريق عريق بحال الوداد وما عندوش رئيس قادر يحل المشاكل. 6 المباريات متتاليه، تخيلوا الريال تخسر 6 المباريات متتاليه، راه كارثه كارثه. ماشي غير المدرب اللي غيطير فيها الرئيس، وغيطير فيها الاداريين، وغيطير فيها الجهاز الاداري كله، لان فريق كبير باش يخسر 6 المباريات بمعنى ان كاين كارثه داخل النادي. وهذه الكارثه هذه المسؤول عليها الاول هو الراس الاول في الوداد اللي هو هشام أيتمنى والاداره ديالو بالناس كاملين بالطاقم كامل. بهرماش اللي ما دار حتى شي اضافه، الناس اللي داروا التعاقدات في هذا الميركاتو الشتوي. شوفوا التعاقدات اصاحبي اللي جبنا في الميركاتو الشتوي، خالي وافي. ما تنفهمش انا الوداد كيفاش كتسير. انا ما بقيتش عارف الوداد اللي الفرقه اللي كنشجع ما بقيتش عارفه كيفاش كتسير. انا كنت كنعرف ان المنطق كيفرض راسو. مثلا عندنا فيريرا وعندنا بارت داك الهولندي، مدافعين مزيانين، وشفناهم في كاس العالم للانديه، وشفناهم من بعد مع بن هاشم واحد الوقيته غبروا. كنا كنعتقدوا ان بن هاشم هو اللي غبرهم، لكن بينات لنا الايام ان بن هاشم ما مسؤولش على هذا الشيء. وكتشوف لاعبين بحال بارت وفيريرا ما تيلعبوش، وفي المقابل تيلعبوا لاعبين ضعاف اقل منهم بكثير، الوافي خالي. شفنا بوشتا ملي غاب وجابوا الخالي الدوبلور ديالو، شفنا مفيد والتعاقد ديال بوشواري الدوبلور ديالو مستوى ضعيف، شفنا صيفطنا عزيزكي وجبنا راميرو فاغا المستوى ديالو اقل من عادي، شفنا صيفطنا لورش واحد من افضل الاجنحه في افريقيا وجبنا بلاصتو بانياغا. تجبيه الله بحال ماشي تنبنيو الفرقه، حنا كنريبوا الفرقه. هاد الفرقه شي حد يريبها ماشي تتقاد، حنا ما تنطلعوش النيفو بالعكس كننزلوه. وجبنا لاعبين على اعتاب الاعتزال، لاعبين كيختاروا المباريات فاش يلعبوا، لاعبين ما عندهمش اضافه كبيره اللي قدموها، ما جابوش لا شخصيه لا والو، باستثناء مرابط اللي في البدايه ديالو كان مزيان ملي لقى اللي يعاونو. فزياش ما دارش الاضافه اللي كنتسناوها منه، بنيه الدر ما دارش الاضافه اللي كنتسناوها منه، حتى لاعبين اللي كنتسناو منهم ربما يكونوا افضل بحال باير ما دارش الاضافه اللي كيتسناو منه. بان الميركاتو الشتوي نقدروا نوصفوه بالفاشل، افشل ميركاتو الشتوي في تاريخ البطوله الوطنيه،
لانه كانت عندك فرقه متوازنه، كان عندك فرقه فيها عزيزكي، فيها سيدي لورج، فيها الهنوري كرقم 9 وكان مزيان مع بن هشام، فيها الصبار في وسط الميدان كان مزيان مع بن هاشم، كانت واحد التوليفه في وسط الميدان. باكاسو كان المستوى ديالو غادي في تصاعد شويه، حسينا الفرقه انهارت. باكاسو ما بقاش كيقدر يتحكم في الكره، ما بقاش كيقطع الكره كيف كان، ما بقاش عنده ديك الحافزيه باش يدير هذا الشيء. الصبار غبر، لاميرا طاح ليه المستوى، الاجنحه ما بقاوش، الدفاع ضعاف، حراسه المرمى بن عبيد اللي كان واحد الوقيته حتى هو من الحراس مزيان حتى هو ضعف ليه المستوى. هادشي كله ما يمكنش يكون صدفه، من شي واحد تيريب الفرقه من الداخل. وإلا كان إلا حنا افترضنا أن ماشي الإدارة اللي كتريب الفرقة، فالإدارة اللي ما كانتش عارف شكون كيريب الفرقة، هاد الإدارة ما تصلحش في الوداد وخصها تمشي بحالها. ولهذا كلام الأخير دابا بالنسبة لي أنا هو ارحل أيتمنى، بارك علينا، تجربتك كانت قصيرة وللأسف فاشلة مع الوداد الرياضي، وكنتمنى أنك تفهم راسك وتمشي بحالك، وإلا المنخرطين خصهم يتدخلوا يديروا عقد جمع استثنائي، جمع عام استثنائي وصافي. بارك علينا، بغينا رئيس جديد يليق بهذا الاسم هذا تاع الوداد. راه فرقة كبيرة هذه، أفضل فريق في المغرب، وكيتسير بهذه الطريقة الهاوية، راه لا يليق هذا الشيء. بالعكس، حنا راه كنهرسوا في فرقة كبيرة في المغرب، ما خصوش يوقع هذا الشيء. كنتمنى بعد ذلك يبعد على الكرة، لأنه ما تصلحش ليه. ينجح في شي حاجة أخرى ولكن الكرة ما تصلحش ليه. هاد السيد هذا ما قادرش يلقى الحلول لفريق كرة قدم، على حد ملي ما نجحش مع الوداد، راه ما قدرش، ما نجح مع المحمدية وما نجحش مع الوداد، ولا لا يلاه اخويا، راه تجاربك فاشلة. والدليل ها انت المواصفة راه بقى ما يتقال شنو. راه حنا دابا الوداد عندنا 29 نقطة ولا 30 نقطة، بقاو لنا 6 النقاط باش نضمنوا على الأقل البقاء داخل القسم الأول. كون كان بن هاشم ربما كنا ننافسوا على الصراع نحو القاع. للأسف كنقول هاد الهضرة، فريق في 2000 فقط و22 خدا دوري أبطال إفريقيا، بطل إفريقيا، فريق كان كينافس وكيوصل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسهولة 10 سنوات متتالية، تيوصل لهاد الحالة للأسف. وماشي السر في الفلوس، ما تنظنش يتمنى الناصري صرف أكثر من يتمنى، لكن السر في اتخاذ القرارات وفي الحكمة وفي الهدوء وفي الحفاظ على الركائز وفي تصحيح الأخطاء في التوقيت المناسب. والا راه الناصري صرف اقل مصرف يتمنى غير في هذه الفتره هذه القليله، وما جابش سميات كبيره كاسماء، ولكن اللاعبين اللي كانوا كيجيو كانوا كيقضيو الغرض، وكنت كتحس بهم في افريقيا. واحد الوقيته كانت عندنا تشكيله وصلت نهائي دوري ابطال افريقيا، شنو كان فيها صح؟ ما كان فيها والو، كان فيها سامبو، كان فيها شي واحد مجموعه اللاعبين ما تخيلهمش كاع صح. ومع ذلك كنا كنمشيو للنهائيات وكنا كنربحو وكنا كناخذوا القاب. دابا لا، عندنا سميات، عندنا زياش، بن يدر، مرابط، لاعبين، ولكن الفرقة ضعيفة، الهيكل ديالها ضعيف، شخصيتها ضعيفة. وملي شخصية الفريق كتولي ضعيفة، بمعنى المسؤول الأول هو الرئيس. صارت الهضرة. نتمناو بعد هذا الفيديو هذا ومن بعد الأيام هذه نشوفوا هشام أيتمنى كيتحرك بجدية، ولكن كيبغي الوداد. بارك عليك، اجعل شي بركة، سير شي مجال اخر. هاد الوداد اللي بعد منها، والا راه غادي تطور الامور ويوليو مشاكل، وهاد الفرقه هادي غتزيد تغرق، لانه لا اظن هشام غيلقى الحل لهاد الاعمال، ما كاينش الحل. صافي الفرقه كما كنقول فوندات غادا كتنزل، كي غادير تردها؟ ما بقاتش ممكن تردها، لان قضيتي واحد المجموعه من القرارات خاطئه متسلسله. الميركاتو قرارات بزاف خاطئه، جبتي لاعبين بزاف ما كانوش يصلحوا يكونوا في الوداد، جريتي على المدرب اللي كان متصدر عندك. اذا في النهايه خصك انت تتحمل المسؤوليه ديال الاخطاء ديالك وتمشي بحالك. تهلاو في راسكم.